في يوم من الأيام واحدة ست دخلت على النبي داود وسألته وقالت له: يا نبي الله، هو ربنا ظالم ولا عادل؟ سيدنا داود استغرب منها وقال لها: انت ازاي بتقولي كده؟ ربنا العادل ما بيظلمش حد. الست قالت له: بس ربك ظلمني. سيدنا داود قال لها: طب قولي لي ايه حكايتك وربنا ظلمك في ايه؟ الست بدأت تحكي وتقول: انا ست بجري على 4 ايتام، بشتغل خياطة، بعمل كل يوم قطعة واحدة وبروح بيها السوق عشان ابيعها عشان اكل بيها ولادي. بس انا في يوم من الايام اشتغلت شغلي ورحت السوق عشان ابيعه، وانا قاعده جه طائر وخد من قدام الهدوم ومشي، وما بقتش عارفه اكل ولادي منين، وما عندناش حد يصرف علينا. قول لي بقى يا نبي الله، ربك ظالم ولا عادل؟ بمجرد ما الست خلصت كلامها الباب خبط. سيدنا داود فتح الباب، لقى تجار كتير واقفين قدام الباب، وكل واحد منهم ماسك 100 دينار. بيقولوا له: يا نبي الله، ادي الفلوس دي للي يستحقها. سيدنا داود قال لهم: انا عارف مين اللي يستحقها، بس انتوا ايه اللي يخليكم تتصدقوا بالفلوس دي وايه قصتكم؟ قالوا له: احنا كنا في سفينه في البحر والشراع بتاعها حصل فيه قطع كبير وكانت هتغرق بينا، ودعينا ربنا لو نجانا كل واحد مننا هيتصدق ب100 دينار. وفجاه ظهر طائر ومعاه حته قماش، خدناها وسدينا بيها القطع اللي في الشراع، وبكده ربنا نجانا. سيدنا داود بص للست وقال لها: اتقي الله، ربنا بيتاجر ليكي بفلوسك في البر والبحر، وبعد كل ده بتقولي عنه ظالم؟ كتير بيعدي علينا مواقف بنحس فيها بالظلم، ربنا مش عادل معانا. ليه كل ده بيحصل معانا؟ انا عايزك تتأكد ان ربنا عادل، ولو انت شايف ان اللي بيحصل لك شر فكمان شوية هتحمد ربنا عليه، ومع الوقت هتشوف حكمة ربنا في كل حاجة حصلت، وهتعرف ان اقدار ربنا كلها خير.